محمد صبحي ده عليا النعمه، ده نازل مصطبح. ده كوره جايه له، يعني حسام عبد المجيد بيلعب له الكوره، قام مضيعها وسايبها طلعها بره، خايف من شريف، ويقول لك لا مؤاخذه يا رجاله، لا مؤاخذه، هو احنا بدأنا الماتش؟ ايه يا عم؟ يا عم ايه يا عم؟ ما كفايه بقى، ما تمشوا الزباله دول. يانيك فيريرا يانيك فيريرا، ما انت طول ما في شغل الوان عمرك ما هتعمل حاجه. يعني انت اصلا بلاصه، يعني انت انا مش مصدق ان انا لعيب دلوقتي فهنزل كده اتدرب مع يانيك فيريرا ده، فالمفروض ان انا اقعد اركز معاه علشان يعلمني حاجه في الكوره. بقى الخط الضحك بتاعنا كابتن بنتايج اللي ما عملش في حياته غير ماتش واحد بس اللي مع الزمالك، اللي هو السوبر، وشكرا. انا لعبت على قد فلوسكم، لما تدوني فلوس بقى نبقى نلعب تاني. سام عبد المجيد لا سرعه ولا بدني ولا حتى الكور العاليه اللي انت كنت بتجيدها ما بقتش تعرف تعملها. يا فرحتي، جبت لي ضربه جزاء وشكرا كده. انا يا باشا تمام، انا اروح راحيه جايه، لا مؤاخذه يا شريف، تعالى لمني، تعالى اخويا، تعالى تعالى محمد اسماعيل يا ابني، انت خساره في الفريق ده. انت يا ابني تروح المنتخب، ومن المنتخب تحترف لك كده، نشوف لك اي عقد احتراف محترم وتبعد عن الفريق ده. اسمع مني. عمر جابر، مش بتفكر تعتزل؟ بالله عليك مش بتفكر تعتزل؟ يا عم اعتزل يا عم، يا عم اعتزل يا عم. لا بتعرف تعمل اوفر، ولا بتعرف تعمل زياده هجوميه، ولا حتى الدفاع نافع فيه. امال انت نافع في ايه؟ نافع في ايه بجد؟ والله ما عارف انت نافع. بقى الخط النص، دونجا، ناصر ماهر، عبد الله السعيد. يعني انت ما فيش غير لعيب واحد بس اللي معتمد عليه، اللي هو عنده 40 سنه، وواحد زي دونجا بتاع لقطه. طب انت حسام عبد المجيد جاب ضربه جزاء، راح تهزم عليه؟ يا عم والنبي خليك في خيبتك يا عم، ما تركز يا عم في خط النص اللي انت ماسكه ده يا عم. انت ولا ليك لازمه ولا ليك عازه وبتاع لقطه. ما نمشي بقى الناس الوسخه دي، ما نمشي بقى القرف. الفينا انا عارف ان انت قد كده وفعلا تتحط في الجيب، بس معلومه يا جدعان، هو شورت الكوره ده ما فيهوش جيوب. يعني كوكا عملها ازاي؟ يعني انا بجد نفسي امسك كوكا كده اقول له انت عملتها ازاي مع الفينا، ازاي حطيته في جيبك يا معلم؟ يا معلم انا ما شفتوش لمس كوره. ضي الدباغ هو نقطه تحول في الماتش. اول ما اتصاب وطلع انا قلت خلاص، الوحيد اللي بيعمل ضغط بطول الملعب طلع. نزل لي مين بقى؟ نزل لي ناصر منسي الاسطوره، هي من الاسوان لمعموره، هي منزل هيعمل ايه والنبي؟ هيعمل ايه؟ هو فاكر ان هو لسه في السوبر؟ لا يعني فاكر ان احنا الماتش لو صفر الحكم يلا يا باشا هناخد الكاس، هتاخد الميداليه دلوقتي. انت فين يابا انت فين؟ انت مدرك؟ افضل اقولها واعيدها، اكتر حد مظلوم في منظومه الزمالك دي هو جماهيره. غير كده كله بيكذب على كله. مفيش رجاله تمسك النادي ده تتقي ربنا وتراعي ضميرها. حتى يا عم ضميرك يا عم، سيبك بقى من انت زملكاوي ولا اهلاوي ولا ايا كان انت ايه، راعي ضميرك كأنك موظف وبتشتغل. راعي ضميرك بس، مش عايزين اكتر من كده. والله لو راعيت ضميرك، اي حد اشتغل في النادي ده راعى بس ب2 جنيه ضمير، النادي ده هيبقى في